الجمهور ليه عندي ايه غير فني وحياتي ما هو دايما الفنيه؟ الجمهور بيحاول يدخل الحياه الشخصيه عشان ليه يفهم. هم غلط؟ كده. انت تفتكر الحياة كده. لا مفيش حاجه هم اسمها كده. الحياه كده، لا. في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه ده، وهقول تاني، في بيتدخلوا في الحياه عصر دي. السوشيال ميديا اللي احنا فيه ده، ايوه. والناس بتتصيد للفنان اي حاجه حصلت في اي مهرجان في اي ما بالك بقى لو دخلوا حياته الشخصيه؟ هو انا يعني ما عنديش، ما بزعلش انا واخواتي، ما بزعلش انا واولادي، ما بتخانقش انا واصحابي؟ اكيد كل ده بيحصل لان انا شخصيه عاديه جدا. ليه بقى الناس تعرف؟ انا بزعل جدا من الحياه الشخصيه اللي بتبقى على الملا مطروحه، وفلان اتخانق مع اخوه، وفلان ضرب اخوه، لا انت وفلان عمل مع جوزه، ومرات يعني. مين ضربت مين؟ زي شيرين. ايه؟ نو كومنت يا جماعه. عاجبك اللي بيحصل مع شيرين؟ صدقوا ان نو كومنت برضه. بجد والله. لا بجد والله عاجبك؟ انت عايز ايه؟ عايز اعرف منك كل حاجه. تعرف ايه؟ عايز اطلع اللي جواكي. جوايا؟ اه. مش هتقدر تطلع اللي جوايا الا انا عايزه اطلعه. اكيد طبعا. عايز بس إيه؟ هل انت عاجبك اللي بيحصل مع شيرين؟ ايه اللي بيحصل مع شيرين عاجبك؟ والله شيرين فنانه جميله وانا بحترمها جدا، وربنا يا رب يكرمها ويبارك لها ويحفظها، وان شاء الله يا شيرين باذن الله ترجعي اقوى من الاول، لان انت شخصيه جامده، وانا بحب المراه الجامده القويه. ان شاء الله هترجعي احسن من الاول مليون الف مره. ونو كومنت تاني على اي موضوع من الموضوعات دي. خلاص انتهى. مش هنتكلم تاني. انا بحبها. انا بحب شيرين عبد الوهاب، وهترجع قويه ان شاء الله. احنا كسيدات احنا اقوياء، بنتحدى بنتحدى الزمن، بنتحدى الظروف، ايا كان الظروف اللي حطتني او حطيتها في اي مشكله، فاحنا بنتحدى وعندنا القدره والقوه على التحدي، وباذن الله هنوصل للاهداف اللي احنا شايفينها اللي هي مناسبه لينا.